السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. ازيكم يا حلوين؟ وهعمل لكم النهاردة حاجة حلوة جدا وبسيطة وسهلة، وان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. النهاردة هنعمل الجاتو شاتو. ايه رأيكم بقى؟ بص انا كده كده بقى. ايه رأيكم؟ حركات جديدة كده اتعلمتها وقلت ما اعملها واخد رأيكم فيها. هنبتدي بنقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. المكونات بسيطة جدا جدا جدا: كوباية لبن، كوباية سكر، كوباية زيت، نص كوباية كاكاو، نص كوب كاكاو، وبيضتين، وفانيليا، ومعلقة خل، وكوباية الدقيق عليها معلقة صغيرة ونص بيكنج باودر. بعدين ايه رأيكم في حركة بقى المقادير دي؟ جامدة صح؟ انا بهزر معاكم يا حبايبي. اهم شيء قبل ما نبتدي خالص هنشغل الفرن على 180. تمام. وهنمسك الصينيه، انا بالنسبه لي انا بدهن الصينيه زبده وما بحطش دقيق. تمام. شوف انت بقى بالطريقه اللي تريحك اللي انت متعوده عليها. والشغلنا كله هيكون في الخلاط. اول شيء هنحط كوبايه حليب. الوصفه سهله سهله سهله، مش هتوسخي بقى حاجات كتير، ولا محتاجه مضرب، ولا محتاجه اي حاجه. هنجيب الخلاط، نحط كوبايه الحليب الاول، وبعدها كوبايه السكر، واضرب كويس جدا قبل ما احط الكاكاو. تمام. علشان بس ايه، السكر يدوب بنسبه مثلا 80%. تمام. دلوقتي انا هحط الكاكاو واضرب برضو شويه لغايه بس ما يتجانسوا مع بعض. وبعد كده هحط الزيت. انتوا بجد وحشتوني وحشتوني وحشتوني، والله العظيم بجد انتوا وحشتوني. وحاسه اني نفسي اقعد اتكلم معاكم كده من هنا للصبح. اكيد برضو عشان انا نسيت الفيديو اللي فات. هو مش نسيت، هو بس الوقت كان قليل. كانت الوصفه كبيره وكنت بتكلم كتير في الوصفه، فنسيت طبعا. ارحب بيكم وانتوا اصلا اهلي وحبايبي، واكيد يعني عارفين انا قصدي ايه. هنا بقى بحط الزيت شويه بشويه. عايزه اقول لكم ان انا فعلا فعلا انتوا ناس قمه الذوق وقمه الرقي. احسن ناس في العالم، والله العظيم انتوا فعلا فعلا عيلتي. عيلتي اللي انا بحبها من غير ما اشوفها. انتوا يعني انتوا بتحبوني وشفتوني بس على شاشة موبايل. انا والله والله من غير ما اشوفكم بجد انا فعلا بحبكم. وفضلكم عليا بعد ربنا كبير جدا. هنا بقى انا مشغله الخلاط اهو وفتحت الغطا، وبحط الزيت واحده واحده، لان كده كده الخليط بيتقل، مش هيعمل اي نطوره عليا، يعني مش هتبهدل الدنيا بمعنى اصح. هفضل بقى اضرب كده لغايه ما يتقل واحاول اقلبه كويس علشان ايه الزيت كله يبقى في كل الخليط. هوريه لكم دلوقتي، بصوا بقى. حلو قوي. عايزه اقول لكم بقى ده كده ممكن على فكره تحطيه على وش تورتايه، على وش كيكه، زي ما احنا هنعمل دلوقتي. ممكن تعمليه وتشيليه بقى تزوقي بيه باي شكل في اي وقت. اي حاجه هتعمليها نفسك تزوقيها مثلا بصوص الشوكولاته، هتعمليها كده. حابه تعمليها خفيف شويه هتزودي الحليب شويه بس مش اكتر. او مش عايزه تزودي الحليب هتقللي الكاكاو. تهيألي مفيش اسهل من كده. لو في اي استفسار اكتبوهولي في التعليقات وانا برد على التعليقات كلها. هنا بقى خلاص الصوص. انت بقى ممكن تخففيه عن كده، انا بحبه تقيل. انت ممكن تخففيه عن كده شويه. هنا بقى هشيل منه مقدار كوبايه. خلصت كده الصوص على في جنب كده، واحط كوبايه واشيلها على جنب. هي دي اللي هتكون هنزوق بيها على الوش. بس كده هحطها بقى على جنب. وهحط ايه بقيه المقادير مع بعض. هنحط عليها ايه دلوقتي؟ برضو كله هنكمله في الخلاط. هنحط البيضتين، وهنحط الفانيليا. خلاص. وادي معلقه الخل. وما تنسيش تحطي ذره ملح، انا نسيت اكتبها. ذره ملح على الدقيق. ما قلتوليش بس ايه رايكم في الحركات اللي هي بقى اللايك بقى والحركات اللي انا عاملاها دي اول مره بصراحه ايه اتعلمها امبارح، ما اضحكش عليكم. انتوا اخواتي وحبايبي، وبحس ان انا بتكلم معاكم بقلبي كده. يعني مفيش، يعني مش حاسه ان انتوا غربة عني او اتكلف في كل كلمه بقولها. لا والله انا فعلا يعني بحبكم جدا، وبتكلم معاكم على طبيعتي. انا من يومين كده قلت طب انا عايزه اتعلم كده اعمل حركات كده على الشاشه. قعدت اقلب في برنامج المونتاج بتاعي لغايه ما لقيته هو موجود، بس انا بقى قعدت اتعلم عليه. وعملت بقى حاجات برضو على قدي، فما تضحكوش عليا. ما تنسوش بقى اللايك، انا كاتباه.
كاتبه على بعض المقاطع. ما تنسوش اللايك، وانزلوا حطوا لي اللايك، ويا ريت تشاركوا الفيديو، واللي لسه ما اشتركتش معانا في عيلتنا الجميله خلاص تشترك وتبقى معانا، وان شاء الله هنتبسط كلنا مع بعض. وفعلا انا بحبكم، هقول كل مره في كل فيديو في كل وقت انا بحبكم. دلوقتي بعد ما ضربت البيض والخل والفانيليا كويس جدا مع باقي الصوص، هحط كوبايه الدقيق كلها مره واحده خلاص، وهضربها في الخلاط. مش هصب السائل على الدقيق، انا مش بعمل كده، ما بحبش كده. اكني كده بصراحه هو بيكلكع مني اكتر، لكن بالشكل ده بيتضرب كويس خلاص. وانا ما بضربش كتير زي ما انتم شايفين، يا دوبك بخلي الخلاط يلف لفه والتانيه، وابتدي افتح اشيل اللي على الجناب زي ما انتم شايفين اهو، وابتدي الف برضو لفه والتانيه، وخلاص على كده اكني بعمل بايدي، بس الخلاط هو اللي بيعمله. والله بتطلع زي الفل وهتشوفوها. هنا بقى انا فتحت الخلاط شغال اهو وبعمل، بس حاولوا ما تعملوش الحركه دي عشان ممكن المعلقه تخبط منكم ولا حاجه. بصوا انا ما ضربتش كتير، بس في نفس الوقت ايه تجانس وبقى زي الفل. برضو هقول لكم تاني القالب اللي انا بعمل فيه اي كيكه انا بعملها. بصوا انا بدهنها بزبده، بس بزبده يعني طالعه من التلاجة سايحه، بس حاجه بسيطه كده، وبدهن ايه القالب بيهم، مش بحط دقيق. انت بقى اعملي الطريقه اللي تريحك. انا بدي افكار، لكن مش بقول اعملي كده. هنا بقى هفضيها بقى في القالب كلها وهحطها في الفرن. بصي هتفضل في الفرن بعد نص ساعه تختبريها بالخله، او يعني بعصايه الشيش طاووق، بالسكينه، بشوكه، باللي يريحك يعني. لما تطلع نظيفه خلاص يبقى هي كده ايه استوت، وتطلعيها على طول. بس بعد نص ساعه، ما تفتحيش الفرن قبل نص ساعه ما تعدي. ابتدي بس اسويها كده واخبطها خبطتين وخلص على كده. خدت مننا وقت. كيكه بالشوكولاته متزوقه بشوكولاته، ماشي، بأبسط الطرق وأسهل الطرق. خلاص كده استوت خلاص. أنا بصوا هنا بقى هخرمها بعد ما دفت شوية، يعني مش وهي لسه طالعة، سبتها 10 دقايق كده دفت، وابتدي بقى أخرمها كده، وهحط عليها حليب فقط لا غير، لا بسكر ولا بشوكولاتة ولا بنسكافيه ولا بأي حاجة. عايزة تحطي بقى انت تحطيه براحتك. هنا بقى حطيت نص كوباية حليب، نص كوباية صغيرة، وهسيبها بس تتشرب كده وتبقى كويسة، وبعد كده ايه هحط عليها الصوص من فوق كده، بس عشان تبقى جوسي كده وحلو. هسيبها بس 5 دقايق بالكتير يعني. لما تبقى كده بصوا بقى تحفة. احط بقى عليها الصوص بتاعها وتبقى جاتوه. ولما تقطعيه عايزة بقى تزوقيه انت بقى براحتك، دي حاجة ترجع لك انت. اهم حاجة ما تنسونيش في اللايك يا حبايبي، واللي لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك معانا في عيلتنا الجميلة، ويا ريت تشيروا الفيديو ده عشان الكل يستفاد. ان شاء الله يا رب كده ايه الكيكة دي تعجبكم، او الجاتوه ده يعجبكم بإذن الله. اكيد برضو بشكركم على كل كلمه حلوه، وجزاكم الله كل خير على كل كلمه حلوه بتقولها لي. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا، وربنا يديمكم نعمه في حياتي. هنا بقى هبتدي بقى اوزع الصوص. على فكره هقول تاني، لو انت عاوزه الصوص ده يبقى خفيف شويه، حاجه من الاتنين هتعمليها، مش هتعملي الاتنين، هتعملي حاجه من الاتنين. يا اما تقللي الكاكاو، يا اما تقللي الكاكاو، فهيبقى سايق، هيبقى المقدار خفيف شويه، او تخلي الكاكاو زي ما هو وتحط وتزودي اللبن شويه بس، هيطلع معاكي الصوص اخف من كده شويه. هنا بقى هبتدي اقطعها. بصي بقى انت ممكن تطلعيها خالص وتحطي عليها الصوص، وبعد كده تشيلي الحروف من هنا وهنا، وتروح مقطعاها 6، هتطلع ايه جاتوه بالظبط. انا بالنسبه لي انا مش فارقه، بقطعها عادي كده، وبسيب الحروف بتاعتها مش متساويه، مفيش مشكله. فده بالنسبه لك انت براحتك خالص. هنا بس هبتدي اسلكها شويه كده عشان الشوكولاته بقى تنزل كده من الجناب. بصوا جمالها، بتلمع وجميله جميله جميله جميله. طريقتها، العمايل بتاعتها، اكلها خفيفه حلوه حلوه حلوه. جربوها ان شاء الله، ده لان لسه ما كنتش جربتوها. ربنا يحسن طبعا ما بين ايديكم وتعملوا احسن مني 1000 مره. هنا بقى ابتدي اطلعها بالراحه كده. حاسه ان انا رغيت كتير قوي الفيديو ده، بس بجد حسيت ان انتوا وحشتوني. انا ما كنتش قادره والله ان انا اقوم انزل الفيديو ده، بس لا قلت لا لازم انزل لكم الفيديو دوت النهارده. بس كمان عايزه اقول لكم كمان تدعوا لي، لان انا حصل لي مشكله في رجلي،
لسه مش عارفة من ايه يعني. مش عارفة، انا مش عايزة ادي طاقة سلبية، بس يعني بس محتاجة تدعولي، لان انا فعلا بقالي يومين مش بمشي على رجلي خالص. فالحمد لله على كل حال، ولسه ما عرفتش السبب، فعملت بس التحاليل وربنا يسهل. ادعولي بس يا حبايبي. هنا بقى بصوا ايه رأيكم، بصوا بقى الصوص، بصوا الصوص بقى نازل ازاي وداخل متداخل. تحفة تحفة. والله فعلا يعني مش قادرة اقول لكم جمالها قد ايه. حلوة جدا جدا وكميتها حلوة يعني بصراحة. ايه رأيكم؟ تعالوا بقى شوفوها من قريب. نسيتي تحطي اللايك، ايه رأيك بقى في الطريقة دي؟ على فكرة انا بهزر معاكم والله العظيم. كمية حلوة مش قليلة. ربنا يحسن ما بين ايديكم، واسيبكم في حفظ الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.